مع نهاية القرن الرابع عشر وصلت جماعات من البرتقاليين والإسبان إلى شواطئ الصحراء الغربية، يحظوهم الأمل في الهيمنة على الطرق التجارية الصحراوية والسيطرة على مناجم الذهب الشهيرة في السودان كما هو معروف آنذاك. وقد واجهتهم القبائل الصحراوية، ثم كان الاتفاق الإسباني البرتقالي المعروف بمعاهدة تورو دي سيسا. جاء مؤتمر برلين عام 84 800 ألف، وفيه أقر الأوروبيون لإسبانيا حقها في استعمار إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب، وبذلك حصل الإسبان على ما كانوا يحتاجونه لتشريع احتلالهم لمنطقة الصحراء الغربية. وفي سنة 61 900 ألف أقدمت إسبانيا على خطوة الحقت بمجوبها الصحراء الغربية رسميا بالإدارة المركزية، وغدت تمثل المقاطعة 51 ضمن الدولة الإسبانية، وبدأت تشجع رعاياها على السفر والاستيطان في المنطقة. وفي سنة 66 900 ألف أعلنت الحكومة الإسبانية عن برنامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء الغربية، واعتمدت ميزانية قدرت ب 250 مليون بسيطة من أجل توفير الهياكل القاعدية التي تمكن من الاستقلال الأمثل للثروات الطبيعية. قامت إسبانيا منذ 66 900 ألف باستدراج السكان للمدن بعد أن فرضت عليهم الحصار ومنعتهم من التعامل مع الخارج، خاصة الجزائر وموريتانيا، وقفلت الحدود بالجيش في وجههم، ووضعت حراساتها العسكرية عند كل مدخل، وفرضت عليهم التعامل معها هي وحدها. فتحت الأسواق في المدن وأحدثت حصارا رهيبا في كل المجالات، فاضطر الصحراويون تحت مظلة الحصار إلى العودة إلى المدن. وبالموازاة مع ذلك شنت عملية نهب فظيعة للمعادن، ومدت أطول حزام ناقل للفوسفات في العالم اسمه الحزام الدوار، يمتد من بكرة إلى العيون ويعمل باستمرار دون توقف ليل نهار، وينقل كميات خيالية من الفوسفات. من جهة أخرى قامت بتقريب المستعمرة من مدريد باعتبارها مقاطعة إسبانية طبقا لمرسوم 58 900 ألف ميلادية. بات المغرب يحلم بإمبراطورية الرمال والملح التي تصل حدودها إلى نهر السنغال مرورا بالجنوب الغربي من الجزائر، كامل التراب الصحراوي، جزء من مالي، وكامل التراب الموريتاني.
كان أول من طلب بالأراضي المذكورة بطريقة مناقضة للتاريخ هو حزب الاستقلال المغربي، ففي شهر نوفمبر 55 900 والف، وقبل ما يسمى باستقلال المغرب بسنة، نشر حزب الاستقلال ما سمي بالكتاب الأبيض، الذي يحتوي على خارطة توسعية مفصلة تشمل 3 دول. ففي طبعته الصادرة في جوان 56 900 والف تضمن الكتاب خارطة وهمية تشمل الصحراء الغربية والصحراء الجزائرية وبلاد شنقيطي، وقام بإعدادها ورسمها عبد الكريم الفاسي بن عم علال الفاسي، وهو الذي قام بتوزيعها بنفسه في القاهرة يوم 3 جويلية 56 900 والف. وفي تجمع حاشد لحزب الاستقلال المغربي سنة 56 900 والف تناول زعيم الحزب الكلمة وقال مخاطبا قادة حزبه: نطالب بكل أجزاء الإمبراطورية العلوية التي لم تتحرر بعد، والتي تبدأ من طنجة شمالا مرورا بالصحراء الغربية وصولا إلى الصحراء والحدود الجزائرية، بشار، الأقواط، أضرار، مرورا بأطار في موريتانيا وصولا إلى السنغال. وإذا لم تتحرر هذه المناطق فإن من واجبنا أن نقوم بفعل لنحرر وطننا ونوحده. والواقع أن هذه خريطة خيالية وهمية لا وجود لها في التاريخ ولا أساس لها من الصحة. في سنة 69 900 والف كسر الملك المغربي حاجز الثلج باستدعائه للمختار ولد الداه إلى الندوة الإسلامية التي انعقدت في الرباط ما بين 22 25 سبتمبر 69 900 والف. استدرجه إلى الفخ، التقاه على انفراد، وأعلن اعتراف المغرب بموريتانيا رغم أنه هو الذي كان يطالب بها إلى وقت قريب، ورفض مرارا دخولها للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وهي تحت رئاسة ولد الداه ذاته. في يوم 8 جوان 70 900 والف أمضى المغرب معاهدة صداقة وحسن جوار مع موريتانيا رغم عدم وجود حدود مشتركة بينهما. اشتدت عواصف الخريف والمؤامرات السياسية. كان خريف سنة 74 900 والف مليئا بالزوابع في تاريخ المنطقة والصحراء الغربية خاصة. بدأت لعبة الكواليس والستائر والظل. يوم 27 أكتوبر من نفس السنة تنعقد القمة العربية التي اقترحها العائل المغربي وتبدأ إشغالها في الرباط. في كواليس القصر تنسج خيوط المؤامرة المغربية أكثر. كانت قمة اللقاءات السرية والمشاورات الثنائية بين الرؤساء العرب والملك المغربي. هذا الأخير يطلب إجماعا عربيا في الأمم المتحدة وأموالا عربية لاسترجاع الصحراء الغربية، والملوك والأمراء العرب يهزون رؤوسهم علامة الموافقة. طلب منهم الملك أن يوافقوا على طلبه برفع القضية إلى محكمة العدل الدولية بعد أن أقنع ولد الداه بذلك مسبقا. على مدى سنوات 63 900 والف 73 900 والف ظلت الأمم المتحدة تذكر اسم الصحراء الغربية في لوائحها وقراراتها كمستعمرة يجب أن يطبق عليها قرار تصفية الاستعمار 14-15، لكن الفعل لم يحدث، وبقيت اللوائح والقرارات الأممية حبر على ورق. وافتتحت مفاوضات على مستوى عالي في مدريد بين المغرب وموريتانيا وإسبانيا، وبعد ذلك بيوم واحد وقعت الدول الثلاث اتفاقيتين في مدريد، أعلن عن واحد منها يوم 14 نوفمبر والأخرى بقي في محافظ موقعيه وهو الأهم بالنسبة للموقعين لأنه يشمل نتائج القمار. يوم 16 أكتوبر 75 900 والف تنفجر القنبلة. تقدم محكمة العدل الدولية تقريرها الذي خذل المغرب وموريتانيا. تفقد إسبانيا الباقية من